احذر من الثقوب السوداء في تضييع الوقت. الموبايل انك انت حاطط لي الموبايل وكمان حاطط لي، طب هعمله سايلنت واحط وشه قدامي، طب ما هينور اول ما حد يتصل، هتفضل شاغل بالك وانت شاغله بالك. شيل الموبايل من قدامك خالص، الغيه تماما. وقت الفيس والواتس ده مش وقت الكلام ده اصلا دلوقتي. طيب ايه تاني؟ انت واحد صاحبك قررتوا تذاكروا مع بعض بقمه الواقعيه، بداتوا تذاكروا انتوا الاثنين مع بعض وانتوا قاعدين تذاكروا في بيس 2018 بتحبوا تلعبوها. طب ما تيجي يا عم كده بس جيم بيس 2018 احنا في اول الليله والدنيا، تقوم انت شايطه ماتش فجبت 1-0 يسيبها لك؟ لا يمكن، يصمم انه يجيب الماتش الثاني، تقوم شايطه 2-0، لا والله بقى لا انا جايبك، تقوم شايطه 6-0، والله لا تقعدوا لحد ما تبقوا كام يا استاذ خالد؟ لحد ما تبقوا 16-4 تقريبا، لحد ما تبقوا 16-4. وفي الحالة دي الساعة تبقى 6 الصبح، يلا نبدأ نذاكر. طبعا الطاقة استهلكت وكل اي تي بي جوه جسمك انت وهو ماتت. كل سنة وانتم طيبين، ناموا عشان تصحوا العصر بقى ان شاء الله، تصحى كاره حياتك وكاره انك تذاكر مع حد، رغم ان المشكلة في انك تذاكر مع حد، المشكلة ان انت حولت النعمة لنقمة. المشكلة ان احذر من الثقوب السوداء، الموبايل، البلاي ستيشن. طب يلا ننزل بس نجيب سندوتشات ونطلع، يا عم اقعد ذاكر بقى يا عم خلاص بقى، اقعد بقى واربط نفسك بحبل في الكرسي كده، واقعد بقى وطبق لك ليلتين وخليك زي الطياره اللي بتجري وتقوم طالعه في السماء. اطلع فوق واستقر بقى، ما تقعدش تتذبذب بقى، خليك انسان جد في حياتك، لان الحياه لا تحتمل الا الجديه. من الثقوب السوداء على فكره يا جماعه 90% من اصحابك هم ثقوب سوداء في حياتك. انا مش بقول لك اصحابك وحشين، انا بقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ايه؟ على ما ينفعك يا ابني. خليك انسان ايجابي في علاقاتك، يعني خلي صحوبياتك مش بتاع مصلحه، ما ممكن ما ينفعك في الاخره. ما انا ممكن اصاحب واحد متدين عشان بيشدني في الدين، ما انا ممكن تصاحبي واحده عشان بتشجعك في حفظ القران. يعني الموضوع مش انانيه، ما انا ممكن اصاحب واحد عشان انا بحبه وعايز اسنده يبقى ناجح. انما اوعوا علاقه الهق في الصداقه تسيطر على حياتكم، اللي هو مصاحبين بعض وخلاص. بيسموها كده ايه؟ هق، يعني ايه؟ مصاحبين بعض وخلاص. لا، خلي دايما يا انت بتفيده يا هو بيفيدك، انتوا الاتنين تطلعوا لقدام مع بعض. العلاقه اللي ما بتطلعكش لقدام بترجعك لورا.